انا بقى اللذاذه دلوقتي بقيت احسن احسن شويه. احكي لي الحاجة اللي دايما الناس بتأسيوم عنك وهي مش صح. ان انا دايما واخده نفسي جد قوي وما بعرفش اللي هو افك كده يعني اخد راحتي او يعني اهزر. يمكن بطلع غصب عني بالشكل ده، بس والله في تخلف فوق يعني انتوا في تخلف فور شور يعني. ايه حاجة الناس بتأسيوم عن الكاركتر بتاعك في ميد ترم وهي برضه غلط؟ ان هي شريره. هي مش شريره يعني، هي مريضه في مرض كتب لا ارادي بيخلي الناس تتصرف تصرفات مش كويسه وغلط. ما بقولش ان ده صح، ما بقولش ان التصرفات كانت صح طبعا، لا. بس الناس كانت دايما بتقول شريره شريره وما اعرفش ايه وشطانه وبتاع. ليه كده يعني؟ هي اظن فهموا بقى يعني، فهموا خصوصا بعد اخر حلقه بدات كده الناس تستوعب اكتر الفكره اللي كانت يعني ورا كل ده. فعلا هي يعني ظلمت ناس كتير قوي، بس هي برضو عن نفسها يعني، هي نفسها مظلومه. يمكن حاجات صعبه في البيت، مواقف صعبه جدا محتاجه ان هي تشوفها وتسمعها وتتعامل معاها، فبتخليها مش قادرة انها تركز مع نفسها خالص، وبيخليها ان هي تتصرف تصرفات مش كويسة. بكلمة واحدة احكي لي الإحساس اللي عايزة الناس تحسه بعد ما تخلص من الترم. حاجات كتيرة قوي يعني، حاسة اخر حلقة دي كان في مشاعر كتيرة قوي 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 قوي، ووصلت الحمد لله. يعني لما اتفرجت على الحلقة حسيت انه كنت فخورة بشغلنا كلنا. الحمد لله يعني عملنا مشاهد حلوة يعني، سعادة وطبعا يعني حزن وكل حاجة، لان المسلسل خلص. وكمان انه انا عارفه الناس كانت عايزه انه تيا ونعومي يحضنوا بعض، واحنا كنا بنفكر اكشلي نعمل تيك كده، بس قلت يعني فعلا ما هي لازم تبقى كده يعني، صعب ان هم يرجعوا لده والموضوع يبقى مؤلم جدا. فانا وجالا حضرنا بعد المشهد عشان نبقى عملنا ده يعني. كان في ده، وكان في طبعا السعاده انه تيا ابتدت انها تتحسن، ابتدت انها تدرك قد ايه هي عندها مشكله، وكان لازم انها تواجه ده عشان تبقى احسن شويه. وعلاقتها مع اهلها بقت احسن شويه برضه، ابتدت كده تشم نفسها شويه. وكلهم نفس الحكايه يعني. طبعا السنه اللي عدت عليهم دي كانت سنه صعبه جدا، مليانه تحديات كتيره قوي ومواقف مش لذيذه، بس كنا عايزين نبين انه فعلا الحياه بتستمر بتعدي يعني. احنا ممكن نمر بحاجات صعبة جدا بنحسها عمرها ما هتخلص، ومشاكل على مشاكل على مشاكل فوق مشاكل، الوقت بيعدي وده بيساعد. ففي لا حاجات، هي مشاعر كتيرة قوي قوي قوي. انا عن نفسي متضايقه يعني، حاسه انا مش عارفه اتعامل قوي بعد المسلسل يعني. حاسه انا بشوف كاميرا ببقى عايزه ابقى تيا يعني. موضوع غريب جدا جدا جدا. كلمة واحدة توصف الفيز دي من الكارير بتاعك. كلمة واحدة وانا عمالة برفض. انا ناسية ان هي كلمة واحدة. اكتشاف. انا بكتشف حاجات كتيرة قوي، بكتشف حاجات عن نفسي، وبكتشف حاجات عن الصناعة عامة، حاجات اقدر اعملها، حاجات اقدر ان انا يعني اطور منها يعني عامه. وبتعرف على ناس جديده، بقرا حاجات جديده، بحضر لحاجات جديده، مستنيه حاجات جديده تنزل يعني. لسه في حاجات كده مختلفه بتحصل، لسه مش قادره استوعب برضو يعني. في ارقام بتتقال لي مش فاهماها خالص يعني. ايه مليار مشاهد؟ يعني ايه توب 1 على MBC شاهد وعلى واتشت؟ يعني ايه توب 1 اغنيه على سبوتيفاي وبيلبورد هوت 100؟ في ارقام بجد خرافيه متخلفه، مش قادره استوعبها خالص. مبسوطه جدا، ممتنه وفخوره، وبحمد ربنا جدا. بس يعني لسه بكتشف حاجات يعني. ان شاء الله اللي جايه احلى واحلى باذن الله. اوفر ريتد ولا اندر ريتد الضغط بتاع اول ليدنج دراما رول؟ لا اندر ريتد، لان في كميه تفاصيل الناس ما بتتكلمش عنها خالص يعني. سواء ده بقى من الناحيه التجاريه اكتر او الناحيه البيزنس اكتر، انه ايه ده، هو لو ما نجحش المسلسل ده انا يعني ايه اللي هيحصل بعديها يعني. في ناس كتيره قوي كبيره واساتذه كبار وناس مهمه تثق فيك، وانت مش عارف لو انت قد ده. لا انت عارف نفسك. اوفر ريتد ولا اندر ريتد شهرة السوشيال ميديا؟ اوفر ريتد طبعا. It's very overrated. هو احنا دلوقتي يعني بنحتاج السوشيال ميديا عشان دي الطريقه اللي احنا نقدر نعمل ماركتنج بيها عن نفسنا. هي دي خلاص يعني. احنا عايشين في وقت بقت كده، مش جورنان يعني. اوفر ريتد ولا اندر ريتد الميثود اكتنج؟ مش عارفه لو اوفر ريتد او اندر ريتد. انا يعني حسب. في ناس كتير قوي اشتغلت معاهم هم كده، بيحبوا ان هم يبقوا دايما متقمصين الشخصيه. انا يعني شخصيا بشوف ان دي حاجه صعبه جدا، مهلكه قوي.
ما بعرفش اعملها بصراحه. فاكشلي بحترم قوي الشخص اللي بيعرف يعمل ده، لان مش قادره اقول لك قد ايه دي حاجه صعبه جدا 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 جدا. الحمد لله انا بعرف ان انا اخش واخرج واخش واخرج، بس برضو ما بعرفش اتعامل قوي يعني لسه. يعني يمكن في ناس لسه ما اشتغلتش معاهم انا عارفه ان هم كده، فنفسي اكشن انا اشتغل معاهم عشان افهم حتى انا ممكن اساعدهم ازاي، او انا ازاي اتعامل مع ده. ما اقدرش اقول لك overrated or underrated لان انا برضو ما عملتهاش، فمش عارفه الاكسبيرينس ده بيبقى عامل ازاي. بصراحه خايفه منها، يعني حاجه بتخوفني جدا. ممكن ابقى اجربها مره بس مش متاكده ان دي الحاجه اللي I don't know if it's for me. heavy dialogue scenes ولا المشاهد الايموشنالي اكتر ما بتتكلم؟ حاجه ما فيهاش كلام طبعا طبعا. مش يعني حسب المشهد وحسب الشخصيه حسب كل حاجه. بس انا بحب ان الناس اصل البني ادمين هي بتبقى كده، يعني انت بتحس الحاجات من جوه فبتبان على وشك. انا حد ماشي ممثله وكل حاجه بس ما اعرفش اكذب خالص، يعني ما بقدرش ان انا امثل على حد في الحقيقه. الانرجي بتاعت المسرح ولا الانتمسي بتاعت الكاميرا؟ اوف، لا ده سؤال صعب قوي. الاتنين. يمكن الكاميرا بتوتر سنة اكتر، مع ان اصل الناس يمكن بتقول ان المسرح بيوتر اكتر، بس انت بيبقى عندك ريهرسلز. التوتر بتاع ده غير التوتر بتاع ده، بس كده كده في توتر في الاتنين، في توتر في الحياة عامة. بس المسرح على الاقل بتبقى عملت المشهد ده قبل كده، يمكن الناس ما شافتوش، ما عملته مش قدام حد، يعني عملته عادي وبتعمل بروفات يعني، فما عملتوش قدام جمهور قبل كده، بس قلت الجمله دي قبل كده وبنفس النيرف وبنفس الكوريوغرافي وبنفس الميزانسين وبنفس يبقى يبقى الموضوع فاميليار اكتر. في التمثيل انت لسه بتكتشف، والكاميرا هنا وبعدين انا ببقى حامله هم الاديتور كمان، يعني هو هيشوف كل ده، يعني هو هيشوف كده. حتى محمد امير طبعا اديتور اون اديتنج تيم على ميد تيرم، كنت دايما اسلم عليه بقول له هاي محمد امير ما تتفرجش كت هنا. هل الانستنت فيدباك بتاع الجمهور في المسرح بيخليه اسهل سنه؟ مش عارفه يعني. مثلا في مسرحيه بني ادم عرضنا يعني في السعوديه، دي كانت اول مره اعمل مسرح كوميدي عربي افيهات وارتجال على الهوا، وانا مش يعني لسه بيبي جدا في الموضوع ده. يعني خلفيتي مسرح غنائي وكل حاجه لازم تبقى معمول حسابها بالملي، تبقى عارف ان ده الكيو بتاعك عشان المزيكا معرفش ايه، تبقى عارف ان الحركه اللي انت تعملها هنا بتودي على دي مدرسه ودي مدرسه. فاول ما تقول حاجه وتضحك الناس بتحس ان انت عملت حاجه فظيعه يعني. نوع كاركتر انت لسه ما لعبتيهوش بس عايزه تلعبيه؟ ميد ترم كان مش عارفه، كان سايكو دراما شويه بس مش سايكو دراما. انا بحب الحاجات المجنونه يعني، بتفرج على الحاجات دي جدا. فممكن اعمل مثلا معرفش سفاحه بقى مش عارفه، ممكن حاجه كده كريمينال ستوريز، يعني بحب الحاجات دي جدا. باوندري اتعلمتي ان انت تحطيها اكتر كل ما كبرتي اكتر في الاندستري؟ انه انا هنا اشتغل، دي اهم حاجه. لقيت ماي بيست فريند عظيم، بس يعني يمكن وانا صغيره كنت ببقى داخله ومتحمسه قوي للموضوع ده، وعايزه اعمل صحاب وعايزه ابقى مع يعني very very friendly مع كل الناس which is great. بس at the end of the day ساعات ده كان بيأثر على شغلي، فانا ببقى مدركه ان انا لازم ادرس اركز وبعمل شغلي. ولو يعني جالي حظ ان انا اتعرف على ناس فظيعه، دي نعمه كبيره قوي. if not ده ما يأثرش على شغلي. one piece of advice عايزه تديها للممثلين الصغيرين وهم بيختاروا ادوارهم؟ حاولوا تميزوا نفسكم في حته معينه بس من غير ما تبقوا بتعملوا نفس الحاجه. يعني ساعات بنشوف طفل فظيع وشاطر جدا جدا جدا، بس بيبقى دايما بيطلع بنفس الشكل او بنفس الدور، فبحس ان ده ظلم ليه.